السلام عليكم. بداية موفقة وبداية جديدة وبداية رحلة الأهلي نحو ال13. النهاردة بدأ بشكل كويس جدا، بدأ بشكل عالي، بدأ بشكل اللي هو مستحوذ على الكورة، بيلعب بأفضلية، بيلعب بأريحية، بيلعب اللي هو بينقل كورته، بيلعب كورته اللي هي العادية اللي بيلعبها هنا حتى في استاد القاهرة. ابتدى الأهلي ضاغط. يعتبر أول 10 دقايق عدوا كده كان من غير خطورة اللي هي واضحة أوي. بعدين الأهلي قدر في الدقيقة 15 حسين الشحات يقطع الكرة من المدافع، يلعبها لتاو، تاو يسندها له جوه المنطقة، حسين يلعبها عرضية كده، لكن الكرة تقع تعمل بندة في أرضية الملعب بالسيئة، تيجي قدام رامي ربيعة يسجلها. رامي ربيعة اللي عامل أداء عالي سواء مع المنتخب أو مع الأهلي الفترة الأخيرة، فلازم نشيد بيه ونتكلم على مستواه ونتمنى الاستمرارية وربنا يبعد عنه الإصابات. يفضل الأهلي ضاغط بعدها لحد ما يقدر يسجل الهدف التاني بضغط من إمام. الكرة تيجي لبيرس تاو اللي بيلم الحارس ويسجلها، ويبقى 2-0 في شوط يعتبر كويس جدا. شوط كان فيه هجمات كتير الأهلي ضيعها، منها كورتين لوسام. فشيء كويس جدا انك تخلص شوط في ارضيه ملعب زي دي، وفي ظل برضو التدخلات بتاعت لاعبي الجرماهية والحكم اللي ما بيديش انذارات ليهم خالص دي، فدي حاجه كويسه. يخلص الشوط الاول بنتيجه مفيده ليك، بنتيجه بتديك اريحيه انك تنزل الشوط التاني عادي، لو اللي هو تهدي من الريتم بتاعك، تهدي من الاداء بتاعك عشان ما يحصلش اصابات، وحتى تعمل تبديلات كمان يعني. تبقى خلصت الماتش بدري وتعمل تبديلاتك. بعدين الأهلي ينزل الشوط التاني. أول 10 دقايق كان الجرماهية بتحاول اللي هي تفرض عليك سيطرتها وأسلوبها، تحاول إنها تسجل فيك هدف تقلل الفارق، بس يعتبر كان في التعاملات بتاعت المدافعين بتوعنا كانت كويسة جدا، وحتى الشناوي برضو في كذا كورة طلع خد الكورة كويس. يعني كورة كانت ممكن تكلفنا هدف، بس كويس يعني ما دخلش فينا هدف، دي حاجة مميزة. بعدين يحصل 3 تبديلات، ينزل قفشة وكوكا وطاهر مكان الشحات ومروان وإمام. بعدين الأهلي اللي هو يعني مع نزول التبديلات اللي هو بقى فيه حيوية شوية في اللعب، بقى فيه اللي هو إنك بتنقل كور كتير بتروح. بعدين بينزل عمر كمال مكان يحيى عطية الله، وينزل كهربا مكان وسام، حاجة كويسة. الأهلي اللي هو ابتدى اللي هو بضغط اكتر ويروح بكور كتير، وطار في الدقيقة 74 ولا 75 تقريبا مش فاكر، يلعبها كده بيرسي يسندها لوسام، وسام خدها جوه المنطقة اللي هو كان لسه هيشوط، لا المدافع خد الكرة من قدامه، بس خبطت في رجل وسام واتحسبت له اسيست يعني، وراحت لتاو اللي يسجلها. تاو اللي هو في بدايات كل موسم بيبقى ميسي. ما علينا، نتمنى والله ان تاوي السنة دي يبقى غير السنة اللي فاتت. هو كان سنة 2023 كان حلو، بس السنة اللي فاتت كان يعني مستوى زي النيلة يعني. يخلص المباراة 3-0، تخلص بأريحية ليك، تخلص انك خلاص اللي هو اتأهلت للدور الجاي بغض النظر عن مباراة العودة. حاجة كويسة جدا الماتش اللي هو يخلص ليك في ظل أجواء زي دي وملعب زي ده. كل الدعم للنادي الأهلي في اللي جاي، بداية موسم كويسة جدا. السلام عليكم.